يقول كولينا أفضل حكم في التاريخ. رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي كنت أخشى عليه من ظلم قوانين الكرة لا منه. كرة نورث إديت. حينما كانت الكرة تقترب منه لم أكن أراقب اللعب فقط، كنت أترقب الإعصار. ينطلق وكأن الأرض تميد من تحته، وكأن الريح اختارته دون غيره، وكأن الزمان يبطئ ليمنحه لحظة خرافية يصنع بها المجد. رونالدو لم يكن لاعبا فقط، بل كان حالة نفسية تصيب المدافعين بالرعب وتصيب الجماهير بالجنون وتربك حتى صافرتي. أحيانا كنت أنسى أنني حكم وأتوقف للحظة فقط كي أستمتع بسحر لا يتكرر. كم مرة أردت أن أقول له اهدأ يا ولد، دعنا نستوعب ما تفعله، دعنا نلحق بك، دعنا نعيش اللقطة قبل أن تذهب لتسجل لقطة جديدة. في وجوده كانت العدالة على أرض الملعب ترتجف، لأن لا قانون يستطيع مجاراة ما يفعله بقدميه. لقب بالظاهرة ليس فقط لأنه أسطورة، بل لأنه جعل الخصم والحكم والجمهور يقفون جميعا على قدم واحدة، رهبة وهيبة ودهشة.